خليني اقول لك على حاجه هتشجعك لو انت بتفكر تدخل مجال الفريلانسنج بس متخوف او بتقول ان في ناس كتير بتتعلم المجال ده او بتتعلم الحاجه اللي انت مقرر انك تتعلمها. الفتره اللي فاتت فكره الفريلانسنج انتشرت قوي وناس كتير بدات تتعلم مهارات مختلفه، والناس فكرت ان المجال خلاص بقى ساتوريتد او مشبع او في ناس كتير جدا. والحقيقه ان بس لا، اللي حصل ان في ناس كتير بدات تتعلم المجال ده، بس خليني اقول لك ان تقريبا 80% من الناس ما عملتش حاجه، ما وصلتش لحاجه او ما كملتش. فانا لو خدت مجال المونتاج بس بالنسبه لي لان ده شغلي وجيت اشوف الفيديو اديتورز اللي موجودين، هلاقي ان في ناس كتير جدا بس ما فيش ناس فعلا بروفيشنال، لان المعظم بيوصل لحد معين وما بيتطورش عنه او بيوصل لنقطه معينه وبيسيب المجال خالص. فانت كنت بتفكر تتعلم مهاره من اي مهارات الفريلانسنج او بتحب حاجه معينه وبتقول خلاص لا الموضوع ده زمنه انتهى، فانا بقول لك لا، الفرصه لسه موجوده وكبيره، بس لو انت فعلا ناوي توصل لحاجه كبيره في المكان ده، لما توصل لحاجه كبيره هتلاقي كلاينتس كتير عايزينك وهيدفعوا لك الفلوس اللي انت عايزها.